في ناس أول ما تدخل مكان كل العيون بتبص عليهم، ومش عشان هم لابسين براندات ولا بيتكلموا بصوت عالي، بس بيبصلهم عشان فيهم جاذبية مش مفهومة. ففي الحلقة دي هقولك على 3 أسرار يخلوك تمشي من أي مقابلة سايب وراك أثر ما يتنسيش. فعايزك بقى تجيب حاجة تشربها وتركز معايا، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. وزي ما انتوا عارفين ان احنا هنا في انتيكا بنحكي علشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها. فيلا بينا نخش في الحلقة. في ولد دخل انترفيو، اول ما قعد قال انا مش جاي ابيع نفسي، انا جاي اتعرف عليكم زي ما انتوا بتتعرفوا عليا بالظبط. وقالها بهدوء خالص، وبدأ يسمع اكتر ما يتكلم، بس كل مرة كان بيتكلم كان بيقول حاجة تقيلة ومتقنة. وفي علم النفس بيقول الناس بتحب اللي بيديهم مساحة يتكلموا، بس كمان يبان انه فاهم وواعي. الجاذبية مش بس في الهدوء، الجاذبية في توقيت الكلام. البنات والشباب اللي أول ما يقعدوا يقولوا أنا جامد في كذا، أنا متفوق في كذا، بيبقوا باينين إنهم متصنعين. بس اللي بيحكي مواقف حصلت له والناس تحس بيها، ده اللي بيبقى حقيقي بجد. هقولك إزاي. واحد مرة قال أنا اتعلمت القيادة وأنا في ظروف صعبة، كنت شغال ومضغوط، بس في نفس الوقت ما قالش أنا قائد. بس كل اللي بيسمعه فهم كده. لما تكون حقيقي مفيش حد يقدر يقلل منك ساعتها. انت ممكن تقول جملة بسيطة، بس لو قلتها بعيونك وبجسمك وبلغة جسدك ساعتها هتسيب تأثير كبير قوي. في دراسة بتقول ان 70% من تأثيرك بيجي من النبرة ولغة الجسد، مش بس من الكلام نفسه. يعني زي مرة واحدة خرجت من انترفيو، والشخص اللي عمل لها الانترفيو ده كتب وراها وقال كلامها قليل، بس ده خلاني افكر فيها تاني بعد ما مشيت. ودي على فكرة مش صدفة، دي وعي بلغة حضورها. وفي الاخر الجاذبية مش بس بتتشاف، دي كمان بتتحس. بس في الاخر خليك فاكر ان مش كل مرة هتمشي من مقابلة الناس هتسقف لك، بس لو سبت اثر ساعتها هتلاقيهم بيدوروا عليك تاني حتى لو ما خدوش رقمك. الجاذبية مش انك تبهرهم، الجاذبية انك تخليهم عايزين يعرفوك اكتر بعد ما تمشي. وعلم النفس الاجتماعي يأكد ان اول انطباع بيتكون في اول 7 ثواني، بس اللي يثبت الانطباع ده هو انك تفضل حاضر في ذهنهم بعد ما تمشي، وده ما بيحصلش بالصدفة طبعا. وبس كده، وهنا بنيجي لنهاية حلقتنا، وأتمنى الحلقة تكون عجبتكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.